النهارده بقى هنعمل ايه؟ المحشي. هنعمل البصلة بقى بتاعته. هنشوف بقى ازاي. هي دي مبدئيا حوالي مثلا 5 بصلات مفرومين على كيلو رز، وطبعا زي ما انتوا هتبقوا حابين الصلصة بتاعته كتيرة او لا. هنا هنعمل في الحلة معلقة زيت او معلقة ونص، هنحط عليها بقى البصل بالشكل دوت. حطينا البصلة، هنحط بقى صلصة طماطم. في عايزين تعصروا وتحطوها او بس طبعا مش دلوقتي، احنا هنقلب لحد ما تدبل شوية وبعد كده هنحط الصلصة. او في بيقوموا مجمدينها وحاطينها في الفريزر يعني بعد ما يعصروها وكده وتبقى متخزنة عندهم. النهاردة هنعملها متجمدة ونستنى لحد ما تسيح. دوت شكله يعني دبل على خفيف يعني. هنحط دلوقتي بقى صلصة الطماطم، احنا زي ما احنا قلنا ان هي متجمدة. دوت الشكل. هنستنى طبعا لحد ما تدوب، مش هنحط اي حاجة ثانية، ونغطيها ونبقى بقى متابعينها يعني، ونوطي النار شوية على خفيف، تبقى نار متوسطة يعني. دوت شكل بصلة المحشي خلاص بعد ما الصلصة ساحت. هنحط دلوقتي 1 مكعب مرقة عادي، وصلصة بقى اللي هي بتاعت البرطمانات عادي دي للأولاد، يعني حوالي 2 معلقة 3 لحد ما نلاقي ان هو لون الصلصة بتاعنا احمر حلو، يعني لونه حلو بس بالشكل ده. وطبعا برضو موطيين النار، هنسيبها لحد ما يعني تتخن بقى شوية، يعني تتسبك على خفيف بس مش جامد قوي، يعني المية تكون نشفت منها شوية. وبعد كده نطفي، وبعد كده بقى نبقى نشوف هنعمل باقي الحاجات ازاي. دوت شكل اهوت بصلة المحشي بعد ما خلصت اهي بالشكل دوت، ما بقاش فيها مية، وتبقى كده اول حاجة خلصت بصلة المحشي. دلوقتي بقى هنكمل المحشي. عندنا دلوقتي البصلة اللي احنا كنا عملناها من الاول، الخضرة بتاعة المحشي اللي هي 2 بقدون 3 بقدونس، 2 كزبرة و1 شبت، كيلو رز. والمحشي بقى عندنا عادي كوسة وبتنجان وفلفل الوان. البهارات بقى بتاعة المحشي على الكمية اللي احنا عاملينها، معلقة كمون ومعلقتين ملح، معلقة نعناع، نص فلفل اسمر ونص زعتر وربع جنزبيل. بس هنشوف بقى دلوقتي هنحط كله على بعضه. دلوقتي هنحط الحاجة بقى على بعضها. البصلة هنحط عليها التوابل بس وتقليبة خفيفة. هنحط دلوقتي الخضرة زي ما قلنا 3 بقدونس، 2 كزبرة و1 شبت. يعني لما بتبقى الخضرة كتيرة بتبقى برضو حلوة للمعدة، ما تخليش المحشي ان هو يتعب المعدة يعني بعد الاكل. دلوقتي هنحط بقى الرز. دلوقتي الحشوة عندنا خلصت، هنبتدي بقى نحشي بالشكل ده. وطبعا ايه ما بنملاش الصباع لحد الاخر، يعني بنسيب مثلا بمقدار عقلة وننزل بالشكل دوت، عشان طبعا لما يستوي الرز ما يخرجش بره ويبقى في الحلة يعني من تحت، يبقى هو مظبوط لحد الاخر. وطبعا بقى اللي هي الكمية، يعني كوباية الرز الواحدة بتتعمل على كيلو بتنجان وربع فلفل، فزي بقى ما انتوا عايزين في الكمية اللي انتوا هتعملوها تبقوا تقدروها يعني. طبعا برضو محشي الفلفل والكوسة ما بيتمليش لحد الاخر عشان الرز لما يزيد. دوت بقى محشي الكوسة. طبعا هو بيبقى رفيع شوية يعني، فممكن يتعمل بشاليمو او اي حاجة او اي حاجة رفيعة عندكم مثلا، عشان تحاولوا انكم تنزلوا الرز برضو من جواها يعني. بس بالشكل دوت. دوت المحشي بعد ما اتحشى. ممكن
محشي الفلفل الالوان يعني تحطوه اهوت في برام ويستوي في الفرن، وهنبقى نشوف ازاي. او ممكن تحطوه في حله زي اي محشي تاني. دوت محشي البتنجان بعد ما اتحشى بيترص بالطريقه دي، يبقى كله معدول لفوق كل الصوابع. محشي البتنجان ممكن على فكره نحط بالشكل دوت محشي الفلفل يعني معاه، تبقى في اللي هي الفراغات، يعني يبقى اللي هو في الفواصل كده ما بينه بالشكل دوت، ويستوي معاه، بيبقى برضو طعمه حلو قوي. وممكن يتحط في حلة لوحده زي ما تحبوا. نفس الطريقة برضو محشي الكوسة، يبقى كل الصوابع معدولة لفوق. دلوقتي ادي عندنا شوربة صلصة المحشي، يعني دي شوربة عادية. دلوقتي هنحط عليها عصير طماطم مقدار بقى ما انتوا حابين، بحيث اللون الاحمر بتاعها يعني زي ما انتوا عايزين بالشكل ده. بس نسيبها بقى تغلي، وبعد كده نبقى نحطها على المحشي.